السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بصور الشقة دي لاني ما صورتهاش قبل كده خالص فيديو كويس، فقلت اصورها لكم النهاردة. احنا كده اول ما بندخل بنلاقي حمام الضيوف كده لسه مشطباه جديد، وادي المطبخ مفتوح مع الريسبشن، الاجهزة بتاعته كلها جديدة اهي، بوتاجاز فريش بروفيشنال بورقته، وفي هنا ادوات المطبخ طبعا موجوده، والسخان الغاز موجود، والدنيا كلها تمام. انا بس عايزه اصور بسرعه علشان ما اطولش عليكم. احنا كده اهو، التشطيبات وجمالها يا جماعه، في تابلوهات وفي حاجات بس لسه ما ركبتهاش، ربنا ييسر. الشاشه سمارت، اطلاله تحفه اهي، بلكونه كبيره اهي. الشقة دي كلها على البحر. هرجع اصور الريسبشن كده اهو. الشقة دي فيها كنب اباني، ودي سفرة كمان حلوة جدا، اباني حاجة اباني، كنب بيتفتح سرير، وادي ركنة تبقى قاعد شايف البحر، الركنة غير كنب اباني، في ستاير بلاك اوت كده. هندخل من الريسبشن على الحمام الكبير. تمام، هندخل نكمل، احنا في الطرقة كده هنكمل على غرفة النوم الكبيرة. كل الشقة على البحر عشان بس نبقى عارفين. بصوا اطلالة رائعة. بصوا ادي التكييفات، وبرده هنا في الغرفة في كنبة من اباني بتتفتح سرير، يعني الغرفة دي فيها كنبة، فيها الدولاب، فيها 2 سرير 120. بصوا الاطقم بتاعتنا، اطقم السراير مخدات يانسن، اطقم البركة الاسباني. بس تبقى قاعد هنا وشايف المنظر اهو. في تكييفات شارب انفرتر. نلحق كده نصور غرفة النوم التانية اللي هي الرئيسية. ها يا جماعة، عايزاكم تقولوا لي ايه رأيكم. تكييفات، ستاير فيها بلاك اوت، كرسي هزاز تقعد كده وتشرب القهوة وتتسلطن، وادي السرير بتاعنا، السرير الكبير الماستر. تمام، نرجع نشوف، وادي الدولاب، وادي الفيو بتاعنا الرائع الاكتر من رائع. اذا الشقة دي كلها على البحر.